السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بأحسن حال. النهاردة هنعمل فيديو عن أكلات كتير مغذية ولكن مش اقتصادية، واللي هم محدود الدخل هيبقى ليهم فيديو تاني خالص، وممكن ياخدوا من الأكلات دي أكلة أو أكلتين في الأسبوع. قشطة قشطة يا غالية يا ست الكل يا قمراية يا مسكرة. يلا بقى ندخل ونشوف الاكلات بتاعتنا ايه. وانا اصلا والله العظيم ما عايزه ازعل اي حد، ولا عايزه ازعل محدود الدخل ولا متوسط الدخل. هنقول بسم الله. معانا اول اكله، معانا الكبده اللي هي الشرايح بالبصل وبالفلفل كده. ومعانا الاكله التانية دي صينيه بطاطس باللحمه. ومعانا الاكله التالتة سمك مقلي ورز صياديه وسلطه. ومعانا الحواوشي وسلطه الطحينه. معانا حمام. ومعانا مكرونه بالبشاميل. ومعانا هنا مكرونه بالسجق والفلفل الالوان. ومعانا هنا صينيه مسقعه باللحمه المفرومه. ومعانا هنا المكرونه بالصوص الابيض او الوايت صوص. ومعانا هنا جلاش باللحمه المفرومه او رقاق، او ممكن تعملي جلاش بالجبنه الرومي. معانا بيتزا. معانا هنا كفته وسلطه عاديه وسلطه الطحينه. ومعانا مكرونه صدور فراخ كده معموله في الفرن. ومعانا هنا بانيه. البانيه ده ممكن تعمليه جنبي مكرونه محمره، مكرونه بصلصه، جنبي بطاطس مقليه، جنبي شيبسي. ممكن يتعمل جنبي اي حاجه. طبعا الوقت البطاطس عندنا رخيصه فنقدر نعملها جنبي معظم الاكل. معانا هنا المكرونه، مكرونه قلم بالصوص الابيض برضو. عندك ممكن الصوص الابيض ده تعملي منه كذا نوع مكرونه، يعني مش شرط نوع واحد. وحبه شطه كده من فوق الوش بتبقى تحفه. معانا ايه تاني؟ معانا برجر برضو، ممكن تعملي يوم كده سندوتشات برجر، او ممكن تعمليها برضو جنب بطاطس محمره او مكرونه. معانا هنا فراخ في الفرن، وراك دي وراك في الفرن. ممكن تحطي تحت صينيه الوراك دي شرايح بطاطس، ويبقى معاكي صينيه بطاطس وحبه رز كده بالشعريه. ومعانا هنا رز كبسه مع شاورما كده او قطع فراخ من الصدر، وعليها بقى الصوص اللي بتحبيه. ودي بتبقى فتة سوري على فكرة، يعني الناس السوريين بيبقوا عارفينها. دي فتة سوري حلوة جميلة، جربوها تعجبكم ان شاء الله. ومعانا هنا بيتزا مش مكلفة خالص، يعني بالجبنة كده والزيتون الطماطم، يعني بأقل الامكانيات اعملي اللي عندك. برضو تغيير، وتبقي دخلتي معجنات معاكي في الاسبوع. معانا هنا بقى ايه الاكله الحرشه، كشري. مش لازم كل يوم يعني هتعملوا لحمه وفراخ ولحمه وفراخ وهمبرجر وكبده وبمبار او سجق. فمعانا يوم كده كشري، مش حرمكم من حاجه اهو. يلا يا غاليه بقى، لو ما حطيتيش لايك روحي حطي لايك، لو مش مشتركه في القناه اشتركي في القناه، ولو حطيتي لايك واشتركتي في القناه عايزه اشوف منك بقى تعليق حلو كده يشجعني كده ويفرحني كده. يلا يا غاليه، يلا يا قمرايه، يلا يا مسكره. وممكن كمان نعمل الكشري اللي هو الاسكندراني اللي هو بالعدس الاصفر، برضه بيبقى تحفه جدا جنب بتنجان مقلي او بيض مسلوق، بيبقى حلو جدا على فكره. جربوه كده وقولوا لي في التعليقات. معانا ايه تاني؟ معانا هنا السمك ده يعني مسلوق، ورز اصفر بالكركم او بالكاري، وسلطه.
وطبعا لو مش بتحبيه مسلوق ممكن تعمليه، هو مفيد جدا على فكرة. ممكن تعمليه في الفرن مسلوق مع بصلايه على طماطمايه على جزرايه، يعني برضه بيبقى مفيد قوي. ممكن تعمليه صينيه في الفرن بالملح كده والزيت كده والخل والليمون وتوم بسيط. ممكن تعمليه بكذا طريقه صحيه يعني. وتبقى برضه ممكن تعملي سمك تونه اصلا، مش لازم السمك البلطي. ممكن تعملي كذا نوع سردين، اي حاجه. هنا معانا المكرونه الجميله بقى دي نجرسكو تحفه، وعليها بقى البشاميل كتير كده ما شاء الله اللهم بارك، يعني تحفه تحفه تحفه. انا بعشقها بصراحه بالبشاميل لما بيكون عليها كتير، يعني مش ببقى فرحانه بجواها ايه قد ما فرحانه بالبشاميل. واكيد ناس كتير كده، فقولوا لي برضو في التعليقات انتوا كده ولا بتحبوا البشاميل قليل. وفي ناس بتحب برضو البشاميل بتاعها يكون ماسك عن كده، فما يجراش حاجه، اعمليه زي ما بتحبيه، المهم ان انتوا تعملوا وما نقفش على حاجه. دي معانا بطايه بقى حلوه كده، يعني ما احلى بقى البط. فمحدود الدخل ملوش دعوه بالكلام ده، طبعا احنا بنتكلمش محدود الدخل. محدود الدخل ليكوا ايه فيديوهات تانية ان شاء الله جميله هتعجبكم قوي قوي. وربنا يا رب يوسع على الجميع يا رب ويرزق الجميع. طبعا البط ده ممكن يتعمل جنبيه محشي، ممكن يتعمل جنبيه ملوخيه، اي نوع طبيخ يعني ماشي الحال. الاساسي بتاعه ملوخيه، ها، ولو محشي بقى ده الاساسي بتاعه. اي حاجه بعد كده انت وراحتك، عايزه تشيلي دول وتحطي بدلهم اي حاجه مش مهم، المهم مادام البط جه اي حاجه تانية هتتحطي جنبيه، مش هتقول لا. ده بقى صينيه سمك تونه او مكاريل. عايزه اقول لكم ان المكاريل ده افيد انواع السمك، وطبعا بنصحكم بيه لازم على الاقل مره في الاسبوع من السمك المكاريل او التونه ده او السردين او حتى البسارية. يعني مش عارفه تجيبي تونه ولا سردين ولا مكاريل، هاتي البسارية ارخص منهم وبرضه مفيد. طبعا جنبي حبه رز ابيض، حبه رز صياديه، مش هيقول لا. هنا بقى معانا الرز البسمتي جنب وراك برضو، وهنا الصوص بتاع الوراك جنب حبه سلطه بقى او جرجير، مش هيقول لا. بس طبعا السلطه الخضراء هيكون احسن. وطبعا الاكل اذواق، انت يعني تقدري تشيلي اللي انت عايزه تشيليه وتحطي اللي عايزه تحطيه. تبدلي الرز البسمتي برز بلدي عادي جدا، مفيش مشكله. رز ابيض، رز حبه وحبه، مفيش اي مشكله. هنا معانا كفته بس الكاميرا ظلماها، كفته كده مدوره كده جميله بالصلصه جنب حبه رز، ياه على الجمال، جنب حبه سلطه. وممكن تتاكل كده بالعيش، مش هتقول لا، جنبي سلطه طحينه شغال عادي جدا. يعني نوعي في الاكل كده وظبطي، يوم بالرز ويوم بالعيش، يوم مكرونه يوم رز، ما يبقاش الايام كلها مكرونه ورا بعضها. خدي بالك من النقطه دي، لا يعني غيري احسن الراجل يطفش منك يا اختي. هنا سمك في الفرن ومع شرايح البطاطس كده وشرايح الطماطم والليمون، بيبقى تحفه تحفه. طبعا بتتبليه من جوه وبتحط عليه زيت وليمون، وبتتبليه برده من بره كده، وبتحطي ايه شرايح بطاطس وشرايح ليمون وشرايح طماطم. ولو عجبكم النوعيه دي من الفيديوهات اكتبوا لي تحت في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.